السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم فيديو جديد. النهاردة عاملين مع بعض الفطير المشلتت. طالع لونه كده جميل وريحته جبارة ومورق كده من جوه وطري ومقرمش من بره. بمناسبة راس السنة الهجرية، كل سنة وانتم طيبين. الأول كده نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسمي الله كده. عاملين الفطير النهاردة بكيلو واحد من الدقيق. كيلو واحد من الدقيق لازم تنخليه كويس جدا، وهنبتدي نحط باقي المقادير. الدقيق ده دقيق سايب من عند العطار. بتقولي له انا عايزه دقيق علشان اعمل الفطير. لو العطار اللي عندك انت مجرباه وعارفه الدقيق بتاعه كويس، يبقى سمي الله كده واتكلي على الله وجيبيه. لو انت مقلقه يبقى تجيبي كده من الدقيق اللي هو الاكياس، وعندك افضل نوع الضحى. ده دقيق سايب من عند العطار، انا مجرباه اكتر من مره، لان لازم اهم حاجه يكون الدقيق كويس. طيب، معايا كيلو دقيق نخلته. هنحط عليه ايه؟ معلقتين صغيرين ممسوحين من الملح، ومعلقتين كبار من السكر. بس كده، ولا في خميره ولا بيكنج باودر ولا مقادير كتير. طيب، بالنسبه للسوائل، كيلو الدقيق بياخد معايا كوبايتين ونص من المية. دي الكوباية المعيارية، كوبايتين ونص من المية. طيب، المية من الحنفية ولا دافية ولا حاجة. ويبقى أنا هنا هشتغل بالعجان، ووريتكم السلاح اللي أنا هشتغل بيه. طيب، بالنسبة لو انت عايزة تعجنيه على ايدك، سهل جدا مفهوش أي حاجة، بس العجان طبعا بيوفر وقت ومجهود. هو بس بياخد وقت أطول شوية في العجن، لازم علشان خاطر يعمل معايا عرق. أنا دلوقتي حطيت الكوبايتين بتوع المية خلاص، ونص كوباية دي هحطها واحدة واحدة. ممكن ياخد معاكي 3 كوبايات مية، وممكن ياخد معاكي كوبايتين ونص إلا. طب هنعرف منين؟ أول حاجة بننزل كوبايتين، والنص الكوباية دي واحدة واحدة. احتاج فوق النص كوباية هتحطي برضو معلقة. خلاص، عايز أقل خلاص. بتعرفي امتى؟ لما بتلم العجينة معاكي. لو لقيتيها قاسية وناشفة هنبتدي اللي احنا نحط لها مية. لقيتيها طرية كده ومش عايزة تتلم، هتبتدي تحطي معلقة دقيق. أنا المقدار ده واخد معايا بالظبط الكوبايتين ونص. طبعا بيفرق من دقيق لدقيق في المية. خلاص، أنا حطيت كده المية في أي حاجة يكون ليها بوز، علشان أعرف أتحكم في المية وأنا بنزلها في العجان. العجينة بتكون ملزقة حاجة بسيطة، بصوا لازم تكون فيها التلزيقة دي. أنا هنا شفتها لقيتها مفيش دقيق من تحت ولا حاجة، وفيها كده خطوط عاملة زي كأنها مقطعة يعني. هنبتدي نديها عجنة تاني 5 دقايق كمان بالعجان. طب وانتي بتعجني على ايدك، من فترة للتانية بتسيبيها تريح دقيقة لدقيقتين وتكملي عجن. تمام، من دقيقة لدقيقتين وتكملي عجن. طب بالنسبة للعجان 5 دقايق 10 دقايق كده، واسيبها برضو دقيقة واكمل تاني عجن. اهم حاجة في عجينة الفطير ان انتي تسيبيها ترتاح. كل ما تسيبيها ترتاح كل ما تتعجن معاكي كويس. انا هنا كده لميتها بقى، طلعتها من السلاح ولميتها. بصوا العجينة فيها تلزيقة. هبتدي كده اللي انا المها، يعني عجنة واحدة كده بالايد، مش عجنة، هي لما، وهسيبها ترتاح 10 دقايق. بصوا هنا بتلزق ازاي. بعد ال10 دقايق هتلاقيها ما بتلزقش معاكي، يعني ما تحطلهاش في المرحلة دي كده دقيق، تكون فيها تلزيقة بسيطة اهي. هتسيبيها 10 دقايق، هتغطيها كده بكيس ونسيبها. ليه بنغطيها؟ علشان وشها ما ينشفش. دلوقتي بصي بعد ال10 دقايق هطلعها معايا عاملة زي المستيكة. شايفاها ازاي بتشد ازاي؟ ناعمة جدا، بس بتلزق حاجة بسيطة. انا هنا حاطة المفرش السيليكون، وهبتدي كده انا دهناه زيت، وهبتدي ان انا انزل العجينة كلها. هي بتطلع معايا بس فيها تلزيقة خفيفة، مش هحط لها معلقة دقيق ولا حاجة. ابتديت اللي انا اقسم الكيلو لنصين، ودهنتها بصوا بقى بالزيت كده، معلقة زيت خلاص، ولا بتلزق ولا حاجة. والزيت لما هالي ازاي.
قسمتها على 2. ممكن افرد الكيلو كله على بعضه، بس بيبقى عايز مساحة اكبر من كده. انا دلوقتي كده انا حاطه المفرش علشان خاطر اوريكي المقاس اللي احنا عايزينه. انا عايزه المقاس قد المفرش، بس انا بشتغل على الرخامه على طول من غير مفرش ولا حاجه. تمام، بس انا حاطه المفرش عشان تشوفي المقاس. يعني هنا بقول لكم اللي انا عايزه المقاس يكون نفس مقاس المفرش. هي مش محتاجه نشابه ولا حاجه، بس النشابه بتساعدني اكتر. بس هي اهي دهنت المفرش زيت. يعني انا مش بفرد الفطير بدقيق، انا شايفه ان الزيت افضل كتير. ممكن عادي تفرديه بالدقيق ما فيهوش حاجه، بس بالزيت بصي بتجري معاكي، مش محتاجه نشابه ولا محتاجه حاجه. بصوا بتتفرد معايا بسهوله. بصوا عجينه جميله جدا. الاول واحنا كنا بنعجنها كانت بتلزق. بصوا بعد ما انا دهنتها بمعلقه واحده من الزيت لفت معايا وبقت كوره والدنيا تمام. هنا كده دي كده بهويه من الأحرف، وخلي الأحرف أهم حاجة تكون رفيعة ما تكونش تخينة. بتهويه كده بيتفرد معاكي. أنا فردته اهو قد المفرش. طب بالنسبة بقى للمادة الدهنية اللي أنا هفرد بيها، أنا بفرد بالزبدة، مش موجودة بالسمنة. طيب الكيلو بياخد قد إيه من الإدام؟ بياخد ربع كيلو. ربع كيلو، يبقى أنا مستخدمة ربع كيلو من الزبدة. الربع كيلو قسمته بقى على 2، يعني علشان أعمل النص ده خدت كده التمن، والتمن التاني شايلاه للجزء التاني. يبقى كيلو الدقيق واخد معايا ربع من الزبدة. تستخدمي أي نوع زبدة عندك، أي نوع سمنة، ما فيهاش أي مشكلة، بدرجة حرارة المطبخ. وببتدي كده اللي أنا أفردها بتتفرد معايا، لأن العجينة حلوة ولا قطعت، ولو قطعت معاكي ما فيهاش أي مشكلة، بس زي ما انتوا شايفينها جميلة جدا. هبتدي بقى بلفها على الضيق جدا، كل لفة من دي براق، كل دي رقات علشان يديني طبقات معايا. قسمتها انا كده على 2. هنا كده في الصينية معلقة من الزيت، وابتدي اللي انا اقلب العجينة اللي معايا كده زي ما انتوا شايفين، وهغطيها بالكيس علشان ما تنشفش. ودهنة الزيت دي برضو هتخليها برضو ما تنشفش. دهنا برضو المفرش تاني زيت، وخدنا الجزء التاني نفس الحكاية هفرده. بصوا والله مش محتاج نشابة خالص اهو. ادي كمان احسن من الاولانية عشان دي ارتاحت شوية. زي ما بقولك كل ما هتسيبيه يرتاح كل ما هيتفرد معاكي اسرع، مش هتغلبك ابدا في الفرد. بصوا دي اتفردت بسرعة علشان دي ارتاحت شوية. وبرضو نفس النظام هنبتدي ان احنا بالزبدة ندهن الجزء ده بدرجة حرارة المطبخ، وابتدي ان انا ادهنها. زي ما قلت الكيلو من الدقيق بياخد معايا ربع كيلو من الإدام، وانا قسمتها على 2 بالنظر كده بالنص، يعني هو الربع كيلو بتقسميه نصين. عندك مساحة اكبر افردي الكيلو كله مرة واحدة. بنفرد كده الزبدة عليه، وابتدي ألف على الضيق، أبرم العجينة. طول ما هي مرتاحة معاكي هي هتريحك وبطريقة سريعة. جربوه بجد في البيت، لو يعني مش هتشتريه أبدا من بره، لو جربتيه في البيت مش هتشتريه. أنضف، أحلى، كمية أكتر وأوفر. يعني انت عشان تجيبي فطيرة واحدة، انت دلوقتي أنا هنا عاملة من كيلو دقيق 5 فطاير، و5 فطاير حلوين، مش اللي هم يعني أي كلام. أنا هنا دي هقسمها على 3 بالنظر كده، قسمتهم حوالي يعني إيه قد بعضيهم في نفس الصينية برضو كده في الزيت، وبقلبهم وغطيهم تاني. ابتديت كده خدت أول جزء عملته أفرده بالطريقة دي بكل سهولة، وأطبق من يمين وشمال. ومعايا هنا بقى الزبدة بالفرشة وهدهن. طب الزبدة دي داخلة من ضمن المقادير الربع كيلو؟ لا، دي حوالي كده 3 معالق ولا 4 معالق،
بره عن الربع كيلو، لان انا بدهن حاجة بسيطة بالفرشة. تمام، يبقى الربع كيلو ده اللي انا حطيته جوه الفطير، اما اللي انا بدهن بيه ده بره المقدار، حوالي 4 كده معالق دول كده على جنب. ابتدي اللي انا الفها كده، وكل صينية انا هحط فيها الفطيرة بتاعتها لازم تكون مدهونة بالزيت. تدهنيها كده الاول، وادي كده بنفرد التلاتة اللي انا عملتهم دول، اللي هم خدوا الصواني بتاعت البيتزا اللي هم داخلين في قلب بعضيهم، والاتنين التانيين الكبار حطيتهم في صينية مقاس 30، يعني مطلعين معايا حجم الفطير حلو قوي جدا. ابصوا بقى كده بفرد، وابتدي اللي انا اعملها سرة واحطها في الصينية، وبعد ما بحطها في الصينية بغطيها تاني بالكيس. يبقى في كل مرحلة انا بغطيها في الكيس، وفي كل مرحلة انا بسيبها لحد ما ترتاح. وبرضو بنشتغل كده من الاول للاخر، يعني اول جزء انا عملته هو ده اول واحد هشتغل فيه، وادهن تاني كده واطبق وادهن تاني بالفرشة. مش هتاخد معاكي كمية كبيرة، الكمية الكبيرة اللي احنا حطيناها جوه الفطيرة اول مرة. ونبتدي كده اللي احنا نلم ونحط في الصينية المدهونة ونغطيها بالكيس. كده خلاص خلصت. هبتدي اللي انا افرد نص فردة، يعني انا كده ببطط حاجة بسيطة واسيبها تريح. هعمل كده في كل الفطير اللي انا عاملاه في ال5 فطيرات. كيلو دي طلع لي 5 محترمين، وبربع كيلو زبدة، وقلتلك المقدار اللي احنا بندهن بيه ده حوالي 4 معالق كده محطوطين على جنب. هبتدي بقى اخد اول واحدة وادهنها تاني على وشها زبدة، وافردها الفردة الاخيرة المقاس اللي انت عايزاه او على مقاس الصينية، وانا عاملهم كلهم على نفس مقاس الصواني اللي انا حطاهم فيها. نيجي بقى للتسوية. انا سبتهم بعد ما دهنتهم كده بالزبدة وغطيتهم بالكيس قبل ما ادخلهم الفرن نص ساعة. الفرن سخن جدا، سايباه 10 دقايق شغال حامي. بحطها كده على الصاج من تحت، انا مشغله الفرن من تحت بس. بحطها بتقعد قد ايه الفطيره في الفرن؟ من 10 ل 15 دقيقه، مش اكتر من كده. طب هعرف منين ان هي استوت؟ بتمسكي كده تهزيها كده بعد 5 دقايق، هتلاقيها بتروح وتيجي معاكي بالمعلقه. ارفعيها وشوفي اللون اللي هي واخداه من تحت. اللون عاجبك؟ تمام، ارفعيها فوق على الشواية وعلى الشبكة وشغلي الشواية تاخد اللون من فوق. مفيش في 10 دقايق هتسويهم. ما خدوش معايا وقت. وحكاية ان احنا بنفرد ونسيبها شوية وبتريح، انت عبال ما بتعملي اول واحدة عبال ما بتوصلي للأخيرة بتكون اول واحدة دي ارتاحت. اللفة اللي انا لفتها دلوقتي كده بالاسترتش بطلعها وهي سخنة، افرد الاسترتش واحطها واقفلها تفضل معايا سخنة، تبقى طرية زي ما انت شايفة، مقرمشة من بره طرية جدا من جوه. ما عندكيش استرتش، في كيس من اللي انت بتجيبي فيه العيش ده اللي هو الابيض، حطيها فيه واربطي وسيبيها، هتفضل معاكي سخنة. لو قعدتي 2 3 4 كمان سخنة. انا دلوقتي بقطعها وهي سخنة، ودي اول واحدة انا طلعتها ولفتها. تمام، عبال ما انا طلعت الباقي كله جيت طلعت دي اهي عشان اوريها لكم، طرية مقرمشة من بره مورقة. ريحتها جميلة جدا. انت عشان تجيبي ال5 دول من بره شوفي التكلفة هتبقى ايه، وعمرها ما هتطلع بنفس الطعم اللي انت مطلعاه. جربي كده في واحدة بس وشوفي انت المقدار هيطلع بكوباية دقيق واحدة بس. بجد انت لو عملتيه هتدمنيه. مستحيل مستحيل ان انت تجيبي فطير تاني من بره نهائي. طريقة سهلة وسريعة، واي نوع سمنة عندك هتشتغلي بيه، يعني مش شرط سمنة فلاحي او زبدة، اي نوع سمنة. ومن حلاوته كده يتاكل حاف من غير ولا مش ولا عسل ولا طحينة ولا الكلام ده كله. طعمه اصلا حلو من غير حاجة، يعني اللي بيحبه من غير ما يغمس بيه حاجة هيعشقه. بجد يا ريت تجربوه، بألف هنا وشفا على اللي يجربه. وكل سنة وانتم طيبين. الدقيق لازم يكون دقيق للفطير، لازم تنخليه من فترة للتانية وانتي بتعجني، لازم تسيبيه يرتاح، ولازم تكون فيها التلزيقة دي. بالنسبة قبل ما تدخليها الفرن تسيبيها نص ساعة الأول، وبتدخليها الفرن بيكون حامي، ولما تاخد اللون الحلو ده من تحت تقلبيها تطلعيها بقى كده فوق.
تشوفيها كده أخدت اللون الجامد ده، تطلعيها كده على الشواية تاخد اللون اللي من فوق. وأول ما تطلعيها كده تغلي فيها بالاسترتش أو بالكيس، وبألف هنا وشفا.